أهلا بيكم معانا. النهاردة هنتكلم عن أداة بتهم أي حد بيشتغل في المحتوى الصوتي أو البودكاست. أيوه طبعًا. أدوبي بودكاست. مهمتنا النهاردة إننا نشوف المراجعات والمعلومات دي بتقول إيه بالظبط، ونفهم هل هي فعلا حل كويس لتحسين جودة الصوت. فعلًا موضوع جودة الصوت ده ما بقاش اختياري خالص، ده أساسي. بالظبط. ولو الصوت مش كويس المستمع ممكن يقفل في ثواني. أكيد، والناس دايمًا بتدوّر على الحل السهل وفي نفس الوقت يكون فعّال. وهو ده اللي بيخلينا نبص على أدوبي بودكاست. أدوبي طبعا شركة معروفة، بس الأداة دي بالذات هدفها تبسيط حاجة كانت زمان محتاجة الشغل كتير قوي. صحيح. خلينا كده نفصصها شوية. إيه أكتر حاجة لفتت نظرك فيها؟ بُصّي، يمكن أهم ميزة هي الenhance speech. دي مش مجرد فلتر وخلاص بيشيل وشوشة، مم. لأ، دي بتستخدم ذكاء اصطناعي بتحلل الصوت، تفصل بين صوت البني آدم وأي دوشة تانية في الخلفية. يعني زي صوت تكييف، صدى صوت خفيف، الحاجات دي. بالضبط. تكييف، ممكن صدى صوت لو الأوضة مش معالجة كويس، همهمة، دوشة شارع لو مش عالية أوي. يعني مش بتقطع الترددات وخلاص، عشان ساعات في فلاتر بتعمل كده وتخلي الصوت مكتوم شوية. لا، لأ، هو ده الفرق. الذكاء الاصطناعي ده يعني أدوبي درّبته على ساعات كتير جدًا من الكلام البشري، ومن أنواع الضوضاء المختلفة، تمام. فبيقدر يميّز كويس أوي إيه كلام وإيه دوشة، حتى لو الدوشة دي خفيفة أو متداخلة مع الصوت. فالهدف إنه ينضّف الصوت بس يحافظ عليه طبيعي قدر الإمكان. دي فكرة ممتازة فعلا. طيب في ميزة تانية برضو المصادر اتكلمت عنها كتير، الأوتو ليفلنج. أيوه، موازنة الصوت التلقائية. دايما دي بتبقى مشكلة في بودكاستات كتير، حتة تعلى وحتة توطى والمستمع يقعد يلعب في الصوت. تمام. هي الأداة هنا بتحاول تخلّي مستوى الصوت في الملف كُلّه يعني متقارب ومتناسق. كأنها بتظبطه على معيار معين. ممكن نقول كده. بتحاول توصل لمعيار صوتي زي معايير الUFS المعروفة في الصناعة، عشان المستمع ما يحتاجش يعلّي ويوطّي كل شوية، التجربة تبقى أريح. حلو قوي. طيب عرفنا هي بتعمل ايه. السؤال بقى العملي، سهلة بجد زي ما بيقولوا؟ الواحد بيستخدمها ازاي؟ دي يمكن أكتر حتّة هي يعني مميزة فيها. امم الموضوع بسيط جدًا. بتدخلي على الموقع بتاعهم أونلاين. مش محتاجة انزل برنامج وكده. لأ خالص، كُلّه على الويب. بترفعي الملف الصوتي اللي سجّلتيه تمام. وتستني شوية. هو بيتعالج عندهم على السيرفرات بتاعتهم، ولما يخلص بيديكي زرار تحميل للملف الجديد اللي هو النسخة المحسنة. بس كده؟ خطوتين تلاتة بالكتير أيوه بالظبط. رفع، انتظار، تحميل. لا، دي بساطة مغرية بصراحة. طيب لو حبينا نقارنها بسرعة كده بأدوات تانية الناس بتستخدمها، زي مثلا أوداسيتي، ده مجاني ومشهور، أو ديسكريبت اللي فكرته مختلفة شوية، فين مكان أدوبي بودكاست وسط دول؟ مقارنة كويسة. بصي، اوداسيتي برنامج قوي جدا وفيه تحكم تفصيلي رهيب في كل حاجة. بس محتاج وقت عشان الواحد يتعلمه صح. جدا. محتاج وقت وممارسة عشان تطلعي منه بنتيجة احترافية فعلا. هو مناسب للي عايز يغوص في التفاصيل الدقيقة قوي ومستعد يبذل مجهود في التعلم. مش بتاع الإنجاز السريع. خالص. أما ديسكريبت فكرته مختلفة زي ما قلتي. هو بيحول الصوت في كلام مكتوب وتقدري تعدلي الصوت كأنك بتعدلي ملف وورد. ده مناسب لناس شغلها بيعتمد على النص أكتر يمكن. بالظبط. أدوبي بودكاست بقى جاي في حتة تانية. هو بتاع الشخص اللي عايز يقول أنا سجلت، عندي شوية دوشة أو الصوت مش مظبوط، وعايز النتيجة تبقى احترافية ونقية بأسرع وقت وأقل مجهود ممكن. فهمتك. هو أداة حل مشكلة محددة جدا بكفاءة وبساطة شديدة. كل أداة ليها الجمهور بتاعها والاستخدام الأنسب ليها. طيب هل في نصايح معينة للي هيستخدم أدوبي بودكاست عشان ياخد أحسن نتيجة؟ مثلا لو التسجيل الأصلي وحش قوي هتعرف تخليه كويس؟ لا طبعا، مفيش عصاية سحرية. القاعدة الأساسية لسه موجودة garbage in garbage out. مم. يعني جودة الأصل بتفرق كتير. لو سجلتي في أوضة مثلا مليانة صدى صوت فظيع أو جنب دوشة عالية جدا، الأداة هتحسن طبعا وهتحسن كتير كمان. لكن لكن النتيجة أكيد مش هتبقى زي لو كنت مسجلة في مكان هادي نسبيا بميكروفون معقول. الفكرة إنك تحاولي تدي للأداة أساس كويس تشتغل عليه. منطقي جدا. كل ما الأصل كان أحسن كل ما النتيجة النهائية بعد المعالجة هتكون أفضل. بالظبط كده. يبقى ممكن نلخص ونقول إن أدوبي بودكاست بتقدم حل سهل وسريع وفعال لتحسين جودة الصوت، خصوصاً في إزالة الضوضاء وموازنة المستويات، وموجهة بشكل كبير لصناع المحتوى اللي بيدوروا على نتيجة كويسة من غير تعقيدات كتير. تمام جدا.
هي قوية قوي في الحتة دي بالذات. وطبعا التجربة الشخصية هي اللي هتحكم في الآخر، يعني اللي مهتم يجربها بنفسه ويشوف. وفي المنايا يمكن السؤال اللي ممكن نسيبه للمستمعين يفكروا فيه: لحد فين الأدوات اللي بتعتمد على الذكاء الاصطناعي بالشكل ده ممكن تغير شكل صناعة المحتوى الصوتي؟ سؤال مهم فعلا. وهل السهولة الشديدة دي دايما معناها إنها أفضل نتيجة من الناحية الفنية والإبداعية، ولا في يعني مفاضلات وحاجات بنخسرها في مقابل السرعة والسهولة دي؟ بالظبط، التكنولوجيا دي بتفتح إمكانيات كبيرة، بس في نفس الوقت بتخلينا نفكر في قيمة المهارة البشرية واللمسة الشخصية في عالم كل حاجة فيه بتتجه للأتمتة أكتر وأكتر.